قال الطحاوي في شرح المشكل: ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. ولذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم ميزان فهم الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، والاختلاف فتن وأهواء. ثم قال في المخرج من ذلك: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث موافق لحديث الافتراق، وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.